اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاوي دي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 30 في 40، وهنعملها برضو بالسبونج البيتي، وهنعملها ب2 بيضه لكل طبقه، علشان الناس اللي سالتني على التورتايه الاخرانيه اللي كنا عاملينها 30 في 40 بنحط لها بيض قد ايه. دي بنحط لها بيضتين لكل صاج، والصاج طبعا مقاسه 25 في 35. لو عايزين ترجعوا بقى للفيديو اللي فات للسبونج والتقطيع. ودي تورتايه مقاس 25 في 25 مع العرض الجديد اللي هو نص دست الجاتوه. طبعا عملناه برضو مع بعض كذا مره، فانا محبتش اطول عليكم يعني، وهنخش في الفينش على طول. طبعا عملنا السبونج وسبناه يبرد وسويناه طبعا، وطلعناه من الصاج وسبناه يبرد، وبعد كده قطعناه وحطيناه على البورد بتاعتنا، نفس الخطوات اللي عملناها في الفيديو اللي فات. وضربنا الكريمه، والكريمه اللي بشتغل بيها الفا، ولو ما بلاقيش الفا بشتغل بكواليتي ستور. وحبيبه قلبي ألفت اللي كلمتني من اسكندريه عشان السبونج اللي بشتغل بيه الجاهز، اللي هو دريم، اللي هو الرصاصي مش الاحمر. والكريمه زي ما قلت لكم الالفا من المتحده بجيبها ب170، بس طبعا هي مش اغلبيه الوقت ما بتبقاش موجوده، فبشتغل بكواليتي ستار مش نيو ستار. العلبه بتاعتها بتبقى لونها اورنج كده. ديت احسن حاجه في كواليتي، اللي هي الخام اللي هي من غير سكر. كويسه جدا، بس هي فيها عيب واحد، ان هي لما بتتركن شويه بتعمل خراب. غير الفا بصراحه، حتى لو ركنتها شويه يعني مش كتير طبعا، مش بتديني نفس الاخرام اللي بتحصل من كواليتي. عشان كده يعني بجيبها وانا متضرره. يعني لو قدامي الفا قدامي كواليتي هجيب الفا طبعا. الفا سعرها كويس زي ما قلت لكم، وشغلها حلو ومريحه، ويعني مضمونه بصراحه يعني. طبعا زي ما انتوا شفتوا انا جلستها ودخلتها التلاجة، وابتديت اعمل دريبات من الجناش. وده الجناش ده اللي احنا بنحط له معلقتين من الجيلو الشفاف علشان يتقل ويبقى زي الجيلو شوكولاته. وسامحوني طبعا عشان صوتي، انتوا عارفين كنت واخده دور جامد جدا، فالحمد لله يعني. وجبت القمع اللي هو بتاع البيدي فور، وعملت كده روزتات من الاربع الجناب. وكنت طبعا حاطه في الكيس جزء من الكريمه البيضه وجزء من الكريمه محطوط عليها كاكاو، عشان تديني نص ونص. وطبعا بالسكينه ببتدي احدد الشكل اللي انا يعني عايزه اعمله في التورتايه قبل ما اعمل بالكريمه، عشان ما اضطرش ان انا اشيلها تاني. وزي ما انتم شايفين كده حددت خطين، وابتديت اعمل بيهم الروزتات. وطبعا اي مكان بحس فيه ان لا في حته ممكن يبقى فيها فراغ، بحاول احط عليها تاني كريمه، علشان لما اجي احط الجناش ما يجيش يمين ولا شمال، يعني يدخل على بعضه. وطبعا بحزم التورتايه كده من تحت علشان هدخلها التلاجة تشد شويه برضو، على ما ابتدي اجهز الجناش اللي هصبه على كل مكان يعني. طبعا طلعتها من التلاجة، وكنت مجهزه الحروف اللي هكتبها على التورتايه. وابتديت احط هنا زي ما انتم شايفين في المثلث ده الجناش الشوكولاته، وهبتدي يعني اهزها هزه كده، عشان لو في اي تكتلات كده مش سلسه معايا يبتدي تتوزع كلها بطريقه صح. بس يعني هزه بسيطه جدا علشان برضو ما تقعش ولا حاجه، نخلي بالنا. وفي النص حطيت من الجناش الابيض، وطبعا الجناش الابيض بنعمله بنفس طريقه الجناش الاسود بس بشوكولاته بيضاء. وبرضو بحط عليه معلقتين من الجيلو الشفاف علشان يتقل معايا. وهنا الجناش الابيض حطيت عليه نقطه لون اصفر، وابتديت اوزع زي ما انتم شايفين في المنطقه اللي هي المثلث الفاضي. للناس اللي كانت بتقول لي اللون الاصفر ده بيبقى ايه، ده بيبقى جناش ابيض عادي، وبحط له نقطه من اللون الاصفر، نقطه بسيطه جدا، بيديني الدرجه بتاعه المستردة دي. ولو انت طبعا عايزه تتحكمي في اللون، تتقلي بقى تخففي، عايزه تغمقي عن كده، مفيش اي مشكله. وجهزت الحروف بتاعتي وعملتها بالدست السيلفر، وابتديت اكتب هابي بيرث داي واسم صاحبه التورتايه. وطبعا ما ينفعش احط حروف كده الا لما اكون مدخلاها التلاجة تشد شويه، علشان الحروف ما تغرس معايا تحت في الجناش وتبقى مش مظبوطه يعني. الجناش مجرد ما بندخله التلاجة بيشد، فنقدر ندخله التلاجة يعني قد 10 دقايق، وبعد كده نحط الحروف براحتنا. وزعت هنا زي ما انتم شايفين الاوريو على المكان اللي فيه شوكولاته، وهبتدي اوزع برضو بسكوت من اللوتس على المكان اللي هو فيه الجناش الاصفر. هتوزعي بقى بالطريقه اللي تعجبك. وهبتدي اوزع بقى الكريسبي في كل التورتايه كده حوالينها كلها. برضو هتديها شكل مميز يعني. واختاري بقى اللون الكريسبي اللي يناسب، يعني انت حابه تحطي بقى اصفر، حابه تحطي ذهبي، حابه تحطي سيلفر، اي حاجه من الدرجات اللي هي
موجود عندك، حتى لو ابيض مفيش مشكله. طبعا انا حطيت كله اسود من حوالين الجناب، وابتديت احط في النص اللي هو الذهبي بما ان الاسم يعني معمول بدست ذهبي. وطبعا الكريسبيات دي انا بجيب ابيض واسود وبحط عليه بس من نقطه كده صغننه من البودره بتاعه الدست، من بودره الدست سواء السيلفر او الذهبي بيديني الدرجه. لو انت يعني مش متوفر عندك كريسبي فضي او ذهبي ممكن تعمليه بالدست وبيطلع نفس النتيجه واحلى كمان. ودي كده كانت التورتيه الاولى. والتورتيه الثانيه كانت مقاس 25 في 25، دي اللي بطلع معاها نص دستة الجاتوه اللي عامله العرض الجديد وما شاء الله شغال معايا حلو جدا. برضو هغلف التورتيه بنفس الطريقه. يعني تغليف التورت وتجليسها اشتغلنا بيها كذا مره في كذا فيديو، فيعني لو واقف عليكم حاجه ممكن ترجعوا للفيديوهات القديمه. اهم حاجه وانت بتشتغلي بالكريمه لو ركناها شويه لازم تديها ضربه كده بسيطه تطلعي منها اي هواء او فراغات عشان تبقى سلسه معاكي وانت بتجلسيها. وزي ما انتم شايفين حطينا على الجزء اللي هو الابيض حطينا كريمه بيضه، والجزء الشوكولاته حطينا عليها معلقتين كاكاو. وهبتدي الم الجناب كده. وسامحوني طبعا لان انا فعلا والله اليومين اللي فاتوا دول لغايه النهارده يعني الحمد لله على كل شيء احسن شويه. برضو هلم الجناب كده وهبتدي اخد من بره لجوه وادخلها التلاجة تشد شويه، وببتدي اعمل روزتات كده دربات الاول من الشوكولاته، وبعد كده هعمل روزتات بنفس الشكل. بس دي طبعا عشان صغيره شويه هنعمل بس مثلثين. هنيجي عند المثلث الاولاني اللي هو ناحيه الشوكولاته هنحط عليه جناش شوكولاته، وهنيجي على الناحيه التانية هنحط فاكهه. طبعا الفاكهه دي ببقى مقطعاها خلاص يعني بعد ما احط الجناش وادخله التلاجة ببتدي اقطع الفاكهه بتاعتي على ما الجناش يشد شويه، وبعد كده ابتدي اوزعها زي ما انتم شايفين. طبعا ترصيص الفاكهه زي ما انتم عايزين طبعا المتوفر عندك، يعني لو ملقتيش مانجا ممكن تقطعي تفاح، يعني شوفي ايه المتاح عندك وابتدي اشتغلي بيه. كده كده الطرط دي بتطلع يعني بسعر كويس، فمش ما تلتزميش بفاكهه معينه. وبتيجي عند النص تعملي كده زي شكل ورده يعني بطريقه سهله وبسيطه، وهتبتدي توزعي بقيه الفاكهه الموجوده عندك ان كان تفاح او اي حاجه تانية. انا طبعا كان عندي مانجا وشلت بس جزء من المانجا كده وعملتها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه اللي هو المربعات ده. وطبعا التفاح قطعته مروحه وقطعته كده، قطعنا برضو مع بعض الفاكهه كتير، ولمعت طبعا الفاكهه كويس وبالذات التفاح عشان ما يأكسدش. ووزعت كريسبي كده في المكان اللي حسيت ان هو بين المثلث ده والمثلث ده عشان ما يبقاش فيه اي فراغات. وهنبتدي نكتب بقى اسم البنوته او صاحب التورتايه. طبعا هنكتب هابي بيرث داي الاول. بس طبعا زي ما قلت لكم لازم نحطها في التلاجة تشمع كده الجناش شويه علشان يقدر يتحمل الاسم والحروف يعني ما تنزلش لتحت لو الجناش لسه ما شدش معاكي. كتبت كده اسم البنوته ووزعت الكريسبي، ودي كانت التورتيه التانية. ودي بطلعها ب 250 مع نص دستة الجاتوه، يعني التورتيه لوحدها ب 200 وهي ونص دستة الجاتوه ب 250. فعايزه اقول لكم ان سعرها حلو جدا وعليها الطلب. هي مقاس 25 في 25، بحطها في علبه 35 في 35 بنص دستة الجاتوه. لو هحطها لوحدها بحطها في علبه 30 في 30 عشان حبايبي بس اللي كانوا بيسالوني على العلب. وطبعا اهم حاجه طبعا بنلمع الفاكهه، بس طبعا التفاح بيتلمع اول حاجه بس بديله تلميعه كده على المشي بس. التفاح عشان ما يفسدش ولونه يغمق معاكي لازم تلمعيه الاول. دي كان العرض بتاعي الاولاني، ودي كانت التورتايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني.